الو، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. رمضان كريم دايما يا رب. بيوتكم مليانة عزومات واهل واحباب داخلين خارجين. يلا بسرعة نعمل مع بعض طاجن الرز المعمر. طاجن الرز المعمر من الاكلات التراثية المشهورة عندنا دايما في الريف المصري او في محافظات الصعيد عموما. هنعمل مع بعض طاجن الرز المصري على اصوله، لانه من الاكلات التراثية فلازم ياخد حقه. من الاكلات التراثية لكن موجود معانا قاعد كده حافظ مركزه على السفرة في أشيك العزومات. يلا بسرعة بتكات بسيطة نعمله على أصوله. لايك وشير وبسم الله. نبدأ مع بعض. أول حاجة جهزنا معانا طاجن الرز، ومعاه الرز يكون مغسول ومتصفي تماما زي دلوقتي. كل الحكاية هنحط هنا شوية من الملح حسب الكمية وحسب الرغبة في الطاجن. أنا هنا كنت بعمل 2 طاجن، فاللي كنت بعمله هنا هو اللي كنت بعمله هنا. تمام. طبعا كمية الرز بالنسبة للطاجن بالظبط نص ارتفاع الطاجن رز قبل الغسل. تمام. طبعا احنا قلنا ده قبل كده في فيديو قبل كده على القناة. معانا الرز مغسول ومتصفي وحطيناه في الطاجن. بعد كده حطينا الملح حسب الكمية وحسب الرغبة. بعد كده حطينا حوالي نص معلقة فلفل اسود مطحون. طبعا انا معايا طاجن كبير من الرز. حطيت كمان مقدار من الزبدة، حوالي تقدروا تقولوا ل5 ل6 معالق زبدة. دفتها بس في الميكروويف. ال5 ل6 معالق زبدة على 3 كوبايات من الرز. 3 كوبايات من الرز المصري بياخدوا من 5 ل6 معالق. تمام. طيب انا هنا الطاجن معايا كبير، ضعفت المقدار ل2 ل3 ل4 براحتك خالص. طبعا بتضعفي الرز فبالتالي بتضعفي مقدار الزبدة. اهم حاجة الزبدة تتغلف كل حباية رز، كل حباية رز تتغلف كده بالزبدة البلدي. انا هنا استخدمت معاكو زبدة بقري وكمان استخدمت لبن بقري. ده من اهم تكات للرز المعمر. يا عيني على الرز كده وهو بيتغلف بالزبدة السايحة، حاجة ولا أروع. حاجة كده بصوا بتدخل في القلب. الريحة وقتها بتبقى تحفة جدا. هنا خلاص عملنا الطاجن الأولاني، نفس الفكرة عملناه في الطاجن التاني. نفس مقدار الزبدة متناسبة مع 3 كوبايات الرز. تمام. أنا هنا استخدمت زبدة بقري لأن أنا بحب الزبدة البقري واللبن البقري في الرز المعمر. طب مفيش لهم بديل؟ طبعا أي نوع زبدة أنت حباه، بس زبدة بقري أو زبدة جاموس بصراحة هما الأساس في الطاجن المعمر. تمام. نفس الفكرة بنغلف كل حباية رز بالزبدة السايحة، وفي الوقت ده بيكون معانا اللبن بيغلي على النار. لبن بيغلي، ايوه لبن بيغلي. مش عايزه اقول لكم بقى اللبن المغلي وهو نازل على الرز، الريحه حرفيا تدوب كده في القلب. ريحه تحفه جدا. لو انتي من الناس اللي بتتمزج وهي بتعمل الاكل هتشمي ريحه في الوقت ده ولا اروع. بس كده خلاص. مقدار اللبن هو نفس مقدار الرز اللي بنعمله عادي، بس زياده حوالي كوبايه الا ربع من السائل اللبن او الميه. تمام. يعني لو كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه في الرز اللي عادي بنعمله في الحله، لا في هنا في الطاجن بنزود شويه. تمام. طاجن الرز المعمر بيحتاج زياده شويه. هنا خلاص بنقلب اللبن المغلي على الرز، وبنتاكد ان هو كده اتغلغل كل حاجه، وبنحاول في الوقت ده نتاكد ان الملح مظبوط وتمام جدا. انا بالنسبه لي الحمد لله كانت كميه الملح اللي حاططها كانت مناسبه جدا. الميزة في طاجن الرز المعمر انك ممكن تعمليه جاهز كده، جاهز تماما على انه يدخل الفرن من مثلا الظهر او حاجة، يكون جاهز جدا على وقت التسوية، يكون يتنقع وقت كفاية جدا، وتلاقي ما شاء الله حباية الرز نفخت وبقى طعمه احلى واحلى كمان. هنا في الوقت ده بعد ما خلاص جهزت طاجن الرز من كل حاجة، ببدأ انزل عليه بالقشطة. قشطة بلدي كده تكون محترمة، وابدأ اوزعها على وش طاجن الرز واسيبه يتنقع فيه براحته جدا. طب لو مش في وقت رمضان وفي الايام العاديه، براحتك تقريبا من 10 الصبح، او لو موظفه وبتشتغلي من قبل ما تنزلي الشغل تقدر تجهزيه وتغطيه وتسيبيه مع نفسه على الرخامه عادي خالص، وتنزلي شغلك ولما تيجي على طول تدخليه الفرن. طبعا طاجن الرز المعمر لازم يدخل على فرن ساخن جدا، وفي الاول بنشغل الفرن مع الشوايه مع بعض لو فرنك بيستقبل ده. تمام.
طب لو الفرن بتاعك مش بيشتغل الفرن مع الشواية، تقدر الأول تشغلي الشواية علشان ياخد لون، بعد كده بتطفي الشواية ويبدأ الرز مع الفرن بس يغلي مع نفسه. وكل ما يغلي ويدخل في انه خلاص بيتشرب، نبدأ نهدي درجة الحرارة تدريجي كده واحدة واحدة لحد ما تبقى الدنيا تمام جدا ويوصل لدرجة تسوية مناسبة. لو بتشوفونا لحد هنا اتمنى نحط لايك عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن. هنا خلاص طاجن الرز جاهز معايا تماما. كل الحكاية هغطيه واسيبه على جنب تقريبا الساعة 4 كده قبل الفطار، ببدأ ان انا ادخله الفرن عشان يستوي كده على مهله ويبقى زي الفل. هنا بعد ما كان اخد معانا وش من الشواية، شايفين كده خلاص الوش بدأ يتكون، وبدأ زي ما قلنا نهدي درجة الحرارة بتاعة الفرن واحدة واحدة لحد ما اتشرب وبقى زي الفل. كده خلاص طاجن الرز المعمر خرج من الفرن، بصوا قاعد كده باشا وحافظ مركزه تمام جدا. اخد وش وبعد كده بدأ يغلي جدا، بدأ نهدي درجة الحرارة واحدة واحدة لحد ما خرج معانا. بصوا الجمال، حاجة كده ما شاء الله قمر قمر. والطاجن بصوا عامل قد ايه وش قشطة كده عليه من فوق، مخليه زي الفل. لو